بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أود اليوم أن أتحدث عن صديق رحل عن هذه الدنيا بالنسبة لي على بغتة، وبالنسبة لي توفي في آخر شهر 6، والأصدقاء المشتركين والأهل أهلي وأصدقائي أخفوا عني هذا الخبر. أنا كنت في المستشفى وكان عندي ظرف. رجل أولا هو الأمير مشعل ابن عبد الله ابن فهد الفيصل الفرحان آل سعود، رحمة الله عليه. الله يرحمك يا أبا عبد الله، الله يرحمك يا أبا عبد الله. وأنا يعني لا أحب الحزن وأكره الحزن، ولكن هذا كان يعني أحد توائم الروح. أخبرني أنا أعرف أنه كان مريض، وكنت يعني أتردد على الرياض لأزوره هو تحديدا يعني، وألتقي معه، ولنا ذكريات لا تعد ولا تحصى، وفيه دين عميق وحب شديد للإسلام ولتاريخنا ولعروبتنا ولأولياء الأمر وأنا يعني لا أدري أعزي أهله وأقاربه أم أعزي نفسي، لأنه حتى تعلم يعني كنا أحيانا تستمر المكالمة ما بيننا 4 ساعات و5 ساعات، 5 ساعات من الحديث الذي يتشعب ويمتد. وكان في أشياء كثيرة يشبهني، وكنت في أشياء كثيرة أشبهه، ولدرجة أني حتى في غرائب الأمور التي تصادفنا أجده يضحك لأنه يصادف مثلها. وكان في حياته يعني ما شهدت أحد. ما كان غني جدا، لكن كان كريم جدا إلى درجة التي تقال أن فلان كريم إلى حد أنه مش لا يخشى الفقر، لا، هو لا يعلم أن هناك فقر. وكان أحد الأشياء التي أضرت بصحته التطعيمات، وكنت على النقيض منه، ويبدو أنه على حق، لأنه أنا الآن يعني سرعان ما أصاب، هو يرجع ما أصاب، وهو يعني لم يصل ال50، لم يتعدى ال50. وكان يعني من النوادر يعني التي تدل على الحب الشديد والثقة الشديدة دعاني إلى بيته في الرياض، يعني عشاء، وكان عنده مشوار ضروري ذهب إليه. خلال المشوار ثقل رأسي ونمت في الحديقة. استيقظت فقالوا لي أنك نمت 2 ساعة، والأمير
يأمرنا ويرفض إنه إحنا نصحيك. لماذا كان يعز عليه النوم من الألم؟ هذا حفيد لشخصية عجيبة من آل سعود، وما أكثر ال يعني في هذه العائلة. وأنا أسمي كل هذه العوائل الوراثية في العالم العربي بني أمية. أنا أسمي آل سعود بني أمية، أسمي آل نهيان بني أمية، آل مكتوم بني أمية. اللي يعجبني من العرب أسميه بني أمية. هذا كان أمين مدينة الرياض. في شارع بالرياض، شارع 60، شارع 70 شيء، هذا اقترح على الملوك إنه الشوارع تكون 70 متر مثل ألمانيا. كان معجب بألمانيا. فقالوا له مالك؟ طبعا الآن ندمانين ليش ما سمعوش كلام على الازدحام. وهذا جلب الماء من جنوب الرياض. الملك فيصل قال له أي وقت بيوصل الماء صحيني، لأنه ما كان مصدق، لأنه جنوب من باتجاه مكة منخفض، فكيف بدك ترفع الماء؟ تدفقت المياه من الأنابيب. كان يعني كان عنده فكر سياسي. لما جون كينيدي أصر وألح على السعوديين موضوع الانتخابات ويكون عندهم برلمان، هذه فذلكات الديمقراطيين. وطبعا احنا الآن علمنا وعرفنا انه هاي قصة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والكلام الفارغ، انه هذا يعني يلوح به لأغراض سياسية، لأغراض الابتزاز وليس لأغراض المبادئ. فهو اقترح على السعوديين، على القيادة يعني، قال لهم أنا بدي أروح على موسكو، يعني وكأنه الأمير الأحمر. ف راح إلى موسكو بصفة شخصية. طبعا الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ما صدق أمير سعودي مش معترفة بالاتحاد السوفيتي. فأمير سعودي وجاي إلى موسكو، عملوا له احتفالات واستقبالات وكذا. الأمريكان عيونهم مفتحة. ف اتصل الرئيس كندي بالملك فيصل، قال له خلاص ما في داعي لا لمجلس شورى ولا مجلس ولا برلمان ولا شيء، نحن أصدقاء. أيوة، أنا جربت هذا. يوم الكويت طلبت مواكبة السفن الأمريكية لناكلات النفط، فلما رفضوا ذهبوا إلى الاتحاد السوفيتي. فلما وافقوا الاتحاد السوفيتي هرعت أمريكا، وصارت ناكلات النفط الكويتية ترفع العلم السوفيتي والعلم الأمريكي. هذه تحرسها حاملة أمريكية، وهذه تحرسها فرقاطة روسية سوفيتية. وهذا أدى إلى وقف الحرب، حرب ال8 سنوات. وكان أبو الأمير مشعل عبد الله أيضا رجلا عظيما. يعني من القصص التي تقال إنه كان عنده شوية فلوس، وفي يوم من الأيام ضاقت على 3 من الأمراء الكبار، فتسلفوا، يعني قننوا ميزانية الدولة أو شيء من هذا، أو أنا ما بدي أحكي بالتفصيل، لكن استلفوا الأموال. يقال أن فلانا من الأمراء ما بنى قصرا إلا بنى بيتا للرجل الذي سلفه.
والرجل الثاني القوي والكبير جعل الذي دينوا أغنى أغنياء السعودية، وسأل الرجل الثالث الذي سلف الثالث إنه شو أعطيت فلان؟ قال له ما أعطيته شيء، طلبت منه 300,000 ريال 400,000 ريال أعطيته إياها. قال له لا أعطيه، فأعطاه أرض أو شيء. هذا الرجال اللي هو أبوه للأمير مشعل أول شيء بناه هناك مجموعة مساجد في منطقة مش، وعمرها وجعلها بساتين يعني. وكان مهتم بالتجربة السويسرية في موضوع الماء والتنظيم، وكان يعني بيت مثقف، بيت فيه الفكر حصة كبيرة. كان الأمير مشعل نتاج لكل هذا، وكان حريص يعني هو في حسابه في السوشيال ميديا يعني يكتب بالمناسبات البعيدة، وكان مؤمن ويقول إنه ما لازم الواحد يزاحم أو يعني يحاول فرض نفسه، وكان مؤمن بالقيادة الفردية، بأن يجب أن يكون للوطن قائد واحد أو رمز واحد أو وجه واحد هو الذي يبرز أو يبرز ويسير الناس خلفه. وكان مؤمن بالتاريخ الأموي وبالتاريخ عبد العزيز، وكان يحترم البناة المؤسسين. كان يحكي لي قصص عن الشيخ زايد أنا لا أعرفها يعني، أو غير منتشرة بالإمارات يعني، خصوصا في مواضيع تصفير المشاكل مع الجوار والتعايش والمحبة وتطبيق مثل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وحتى يعني أنا وهو متعنا قليلة جدا، نتفرج على أفلام مشتركة يعني أنا وهو. أنا دليته على مسرحيات عادل خيري، وهو كان يعني 3-4 الأفلام بتاعت نجيب الريحاني، 2-3 لعادل إمام، بس هاي تسليتنا. وكنا نحب معا الشيخ محمد محمود الطبلاوي للقرآن يعني. وكان التواصل الروحي يعني انه لما انت تتصل بواحد تلقاه قاعد يتصل فيك. بالنهاية وكان كل الوقت مريض يعني ويعاني ويتألم، ولكن أنا أغيب عن جنازته، عن عزائه، عن معرفة وفاته. كان هذا أحد الأشياء المؤلمة يعني، وأقرب الناس إله يعلمون مقدار التواصل اللي كان بيننا ومقدار تقديره إلي واحترامه إلي وأيضا روحه الظريفة وهو كان يعني في إله زي، أنا ما أعرف يعني، أنا ما أحب أدخل بتفاصيل، لكن هو عنده عزبة موجودة ضمن منطقة كبيرة للأمير عبد العزيز بن فهد، الله يطول في عمره. الأمير عبد العزيز بن فهد يجي وهي شاليهات يعني بيوت جاهزة،
العزبة بتاعت الأمير مشعل، فيدك العصا من الباب الخارجي ويهرب. وكأنه يعني يريد إيقاظه من النوم أو يمزح. ثم تتحول الجلسة إلى يعني حديث جميل ورجال عظماء. انت يعني يعني هذا الملك فهد صاحب مقولة إذا راحت الكويت رحنا كلنا، يا نروح كلنا أو يوم احتلال الكويت. الملك فهد اللي قال للرئيس ريغان إذا بتخطب عن السلام في الشرق الأوسط راح أعمل علاقات مع الصين وأنتقل من أمريكا إلى الصين. صار يحكي يومها قال لهم بدي نسخة من الخطاب، فما أعطوه. قال الرئيس ريغان قال له وين بدي نسخة، أعطاه. فلما ما عجبوش الخطاب هددوا وهو قاعد معه على الطاولة. ناس طبعا الأكاذيب التي تقال عن الملوك. يعني أنا ما بلاش آل سعود. يعني نور السعيد سياسي عراقي، كان رئيس وزراء منتظم يعني للعهد الملكي في العراق. تصدق نور السعيد عنده مشروع مخطط، يعني دراسة منجزة ومعمولة، لأنه نهر الفرات يصب في جدة، ينحرف من عند الرمادي إلى الأردن ثم يتحول جنوبا حتى يوصل جدة، نهر الفرات. وكان أيامها مندليس في تركيا ما بيعارض، أنا بدي أعمل تفريعة من حصتي. نور السعيد فهمونا إنه شيطان رجيم، وإنه أنا أهرب من الحزن على صديق كان يملأ يعني حصة كبيرة من أيامي وليالي. يعني أنا مش تبع خروج، ما أحب الخروج، ما أحب التمشي يعني بالمولات والأسواق حتى لما أسافر إلى خلص أنا ما أحب هذه. شفت هذه أبراج ماليزيا بتروناس على الباب صعدوا قال بدهم يشوفوا. قلت لهم أنا شفت ماليزيا من بالطيارة من فوق، ليش بدي أطلع على البرجين أشوف إيش هذا؟ ما بدي. وكانت المتعة في إنه نتكلم نتحدث، يعني نقرأ كتاب أو نناقش كتاب أو نتحدث عن شخصية ونضحك لنفس النكتة مرة ومرتين وثلاث. لماذا خلق الله الموت؟ أحد العظماء قال له ليقهر الإنسان، لأنه بالنهاية كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم. وهذه رواية أحياء لا ميتون، ما في حدا حي، كلهم ميتين. أحياء عند الله، بس في الدنيا ما في حدا حي، لا يوجد أحد حي يعني، ولا حتى النبي ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد حي، لا يوجد أحد حي في الدنيا. عند ربهم أوكي، عند ربهم. ما هو قال له ما الدليل على أنه الإمام المهدي؟ قال له عيسى إني رافع. أعطيني دليل على أنه عيسى
حي عند الله إني ورافعك إلي. أوكي، رافعك إلي عيسى. طب وين المهدي؟ وين الدليل على إنه أن الدليل عيسى؟ ما الدليل على ولاية علي؟ إنه الإمام علي، الإمام إبراهيم. ما الدليل على إنه أئمة بني إسرائيل؟ ما في. الموت سبحان الله. وهي الدنيا، الدنيا تشبه السكين التي تقطع كل شيء. أحد السكاكين التي تقطع في جسدك ولا ينزل الدم هي الأسنان. الأسنان تخرج بقطع للثة فلا ينزل الدم. لماذا؟ لأنه كل يوم 1/1000 من المليمتر بيطلع، فما بتشعر. أحيانا بصير ألم، في الأطفال بيتوجعوا لما تطلع الأسنان. الإنسان يتدرج في حياته مع الموت، يعني بيكون صعب، ولما بيكبر بصير كثير روح على المقبرة لتشييع وعزاء، مشاركة عزاء، وبصيروا يموتوا. وتسأل عن صديق بيقولوا لك مات. متى مات؟ العام. ليش؟ مات. فبتصير أنت تألف الموت. يعني في أول حياة الواحد لما بروح على المقبرة، لما يموت أبوه ولا أمه ولا خاله ولا عمه ولا سيده ولا جارهم، يعني بيكون لا يجرؤ أن ينظر إلى القبر. بعدين عادي بصير يبحلك ويشوف كيف القصة، يعني كيف سيأكله وهذه رواية. أنا حزين جدا، يعني أنا مخنوق، كل شوي أهرب ومارس حياتي، ولكن أنا مش قادر أستوعب إنه هذا مات. كيف مات؟ مات. الله يرحمه، اللهم ارحمه. اللهم إذا إلي حسنات خذ منها وأعطي يا رب. والله إني يا رب مخلص. إذا ناقصه كان إنسان جميل جدا، كان يعني يحب الفقراء ويعطف، عطوف، وفيه شفقة، وفي كمية تعبير عن المحبة مش موجودة، مش موجودة عند كثير يعني الناس. وكان سره أحسن من علانيته في كل الأحوال. وأنا يعني أنا ما أحب الحزن، أنا أكره الحزن. وهذا أعتقد من الفطر السليمة، لأنه القرآن مليء بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كي تقر عينها ولا تحزن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ليذهب عنكم الحزن. ما أعرف الحزن ولا الحزن، ما أعرف، أنا مو شعراوي، بس ليذهب يعني الله ما بده. كان لازم أحضر جنازة هذا الرجل، وهذا شخص أضيف لقائمي، إذا الله أعطاني عمر سأدعو له بالرحم كثير. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. اللهم لا تعذبه فكان، لا تعذبه يا رب، يا رب. أنت رب الغفران والرحمة. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. والحياة هذه صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.